تتبنون المواهب الشابة، ترعونها وتحتضنونها وربما توجهونها. نعم. بالمناسبة أستاذ، إذا شيء أشير إليه تفضل. يعني يستفيد القلم، كل قلم على الطريق. العالم الافتراضي هذا شوية الأدب الاستعجالي هذا كما يقولوا، أن المبدع عندما ينطلق لازم المطالعة، لازم ما يكتبش قصة حتى يكتب 10 لازم يقرأ 10 روايات ولا قصة بعضها. لا أتكلم عن الولاية ولا عن المدينة، أتكلم عن الوطن أو الوطن العربي. تجد حتى يعني يطبع رواية دون أن تختم الفكرة وتتسع معالمها ودون لقاء دون مطالعة دون كذا، وبعد يطبعها، لأن بعض دور النشر يعني سامحهم الله يطبعونها بدون نجد قراءات وكذا. شوية يكون في هنا يصطدم كل قلم على الطريق يطبع مثلا 500 و1000 نسخة والمبيعات يعني معلومة تماما، يصطدم ويكسر قلمه يعني أناشد المبدعين على المطالعة والاحتكاك والمشاركات والاستماع إلى الآخر وكذا، ويترك الرواية تختمر ويطبعها يعني تحت دار نشر محترمة فيها لجنة قراءات حتى لا يعني. جميل طبعا. من أجل الاختيار الأجود، من أجل طبعا هو كذلك. أستاذ إذا سمحت، لو نستمتع وإياكم والجمهور المستمع متتبعي ومستمعي قناة إذاعة القرآن الكريم، يعني هم يتشوقون الآن لسماعك تبوح بما تجود. نعم إذاعة، نعم لسماعك تبوح سمعا أستاذ وبمحبة. أنا هذه القصيدة اختارها يعني من رفقة في ذاكرتي، مع أن عمل السن كنت ما نحفظش، ولكن هذه رفقة. هذه يقول لك الكاتب إذا أعجبه شيئا يكتب، وإن لم يعجبه شيئا فيكتب أيضا. يكتب يعني في كلتا الحالتين يكتب. نعم. هذه القصيدة بالملحون وغنوها بعض الفنانين على كل حال. ثبت عندما استدعتني أو دعتني المكتبة الرئيسة تاع باتنا، أعجبني الأمر، كتبت الرحلة هذه دخلت المدن في يعني جولة حول الجزائر عبر ربوع الجزائر من مدينة عين والسابع صوب باتنا. لكن يعني عبر يعني من عين والسابع إلى باتنا المدن التي مررت بها. بارك الله في الشغل. المرة القادمة خذني معك. شكرا، بارك الله إن شاء الله بإذن الله. هاي تفضل. أحب قلب الباتنا قلت نروح بالساوية، ثم عندنا أحباب ونخلف حد الصحاري نتفسح، يجي عامل خاطري لها مصاب، يد الهامل فيه قلت نريح، وندهمي للشيخ عندي الجواب، عين التوتة والمياه اللي تكفح، وكر الصالحين نزلوا فيها اخطار، تردادة وجبالها ليا تنطح، ونعرج عن بوس حد هاك الحال. يا سلام. منذ كان نفوت عنها نتمريح، في باريكها ناتية ديمقراط، مهما كانوا قاع فيهم ما نسمح، وسط ربي عليهم في الكتاب. ونفوت الباتنا قلبي يفرح، بن عبد الله راهي ترقب الاولاد. الزاوية تم تلقى قايل الصح، وتجاهم ضيف تحولوا الابواب. وانا راني ضيف في ذا المصبح، سر البيت منايم وفي شيخ كتاب. في ذا المرة انا على روحي نفصح، يا سلام. نتكلم عن اتباع التجرات. لكن يساوي فيدنا يا ما يركح، واللي دار العاهنة لالو زداد. أما تساوي عروطا ما يتكلح، عنده كلمة واسع وليش بحساب. من الأوراق الزين لمن يتذلبح، داروا كيا للأذى صبغوا الراس. حتى في الزين والقدام مسيح، يا ما تضحياتي وقت الأرهاب. والقايد خبير يعرف ما يصلح، هو أنتير بالنظر عطار. قانون الوئام للكفار رجح، اتصالحنا في الوطن والبعثات. واللي كان الفوق حدد يدلوح، الله الشمس العافية راح الخراب.
وقندور الجلسي فيها نمدح حضر العدسي والكتاب الناس الزاينة عبر الكفح حتى حاطة والجوقيات عصافير والورد ملوح حتى تحط طيفات الكلمة غواب العسة والجمال وسر الملمح وزار الرملة قلب لعصوها الراب بين الطاولة والهدف كفرة تذبح بنت بلادي تشفر عنها حجاب الوجنة النار في متأجوح من مثير للتجارات إذا قسمت راقية تعرف تمزح وإذا جدت عندها تلقى الجواب المكية مهرجان حكيت جلوة ركبها الراس قطع من تباب يديها راسي صبحة يربح 9 جوليان عنده مداجات يمكن رأي الزخرة الزر اللي كان مكيتح ضرة تحت جابها خير الإنسان ترجع عليه الروح وطه يتسبح يتعدى نور القمر من بعد انشاب من بعد نغاب من جاد القصيد شاعر متفتح فينا وعينه دل وليا في العقاد نختم قولي بالنبي عنه نمدح محمد شفيعنا يوم الحساب عليه الصلاة والسلام. نعم، تحية إلى الجميع ومهداة إلى الجميع. نعم والله أنت كنت تقرأ وأنا كنت مسافر معك عبر هذه الطريق الرحلة الشيقة والمستمع والقارئ دائما في رحلة مستمرة. نعم. فقط يعني حضرني هكذا سؤال إن صح وهو يعني استفهام فقط. هل كنت عندما تكتب القصيدة وأنت مدرس مربي الأجيال، هل كنت عندما تكتب يعني عندما تولد لديك قصيدة تستشير تلقيها على زملائك من الأساتذة والمعلمين آنذاك وتستشيرهم ويدلون برأيهم في هذه القصيدة وتتقبل النقد طبعا أم لا، أم كنت تلقيها على طلبتك فقط وتكتفي؟ القصيدة أنا أستاذ بدأت كتابة الشعر الشعبي وأنا في المرحلة الابتدائية. نعم. بعدها أصبحت أستاذا مدرسا. الله يقولوا أمرني قويدة في مدرسة البشرة. نعم. وكتبتها في الإعدادي قصيدة بالفصيح عن أستاذي المصري حمادة هذا اللي جعل العباسية من أجل لقمة العيش ذكاء، وأكتب القصيدة على السلقة يعني لا أعرف يعني بحور الشعر 16 أو غير ذلك. ثم مرة كتبت قصيدة بالملحون وأخذها مني أستاذي طاهر بن حاج رحمه الله ومساعدة تدبيرين وأرسلها إلى برنامج كان في الإذاعة ينشطه المرحوم طاهر رحاب. قرأ نص القصيدة منها كانت في الإذاعة يوم كانت الإذاعة يعني، والآن ما زالت تصل الجماهير على كل حال. طبعا هذا ما شجعني، هو شجعني رقمها الراكنة من بعدها ومن بعد سمعوها الجماعة في مدينتي وغير مدينتي، يعني هذا ما شجعني على المواصلة بالنسبة للشعر، ولكن توقفت عن الشعر الشعبي نهائيا ورحت كما قد صرحت آنفا. كنت أظن أنا بهذا الشعر الشعبي الذي يكون في الجامعات وما إلى ذلك، فيعني لويت إلى كتابة الخواطر الشعرية والنصرية والقصصية. إذن القصصية. وعدت فقط بعد حين إلى الشعر الشعبي في بشار. إذا القصصية نستكشفك نكتشف معك أغوار الخواطر القصصية كما قلت. نعم القصصية. طل القمر أو ظل القمر أو خسوفه. طل القمر. تريد أن أقرأ قصة ولا؟ نعم قصة قصيرة. كاين أستاذ يعني كاين قصة هي في الحقيقة أول قصة يعني حول ماذا؟ المبدع لا يشرح نصوصه ولكن أجوائه هكذا. حول ماذا؟ عن قدرة الله عندما ذلك الرجل الفلاح معناها تفضل أستاذ. يريد إليك الفضل الصاعقة. عندما أنا كنت الفلاح كنت يريد الخير ولكن يجي الخير ولكن الخير تأتي مع الصاعقة، معنى الخير بما اختاره الله. نقول الصاعقة هذه أخذتها من الواقع في تلميذ كان عندنا وفعلا استثمرت الصاعقة. تفضل. الأرض أجدبت وجست مياه الغدير، ماتت الأعشاب وانتحرت شجيرات الشيح، كرحت المراعي حزين الشيخ الراعي، ذلك البدوي الفقير كم يعذبه وهو يرى شويهاته الهزيلة تلملم أطراف الوادي، متمددة تشتر بقايا الحلف اليابسة حالمة بأكوام التبن والشعير،
فيعود كل مساء ليرمي بهيكله المتعب إزاء خيمته البالية، يرقب الألوى